590759 يعني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا، حياكم الله. الفيديو هذا وصلوه لمن لا يعرف. طبعا لما أجيب قضية أنا أتمنى أن تكونوا توصلوها بطريقتكم أو تشاركوا الفيديو. أهم حاجة توصلوها للناس يستفيدوا. اليوم معنا طرق نصب كثيرة، ولكن أهم طريقة وأخطر طريقة هي اللي حنتكلم فيها في آخر الفيديو. حتى بجيب لكم رقم النصابة والنصاب شبكة نصب عن طريق البنات. ولكن بداية هذا الفيديو بجيب لكم طرق تحذروا منها. في طرق نصب كثيرة في اليمن، وكل فترة تحديث زي البرنامج يجونا بطريقة نصب جديدة بعد أن نكتشف الطريقة الأولى. ولذلك الحذر. اليوم بتكلم طبعا في عدة قضايا بتحصل نصب ومنصابة، وأتمنى منكم أيضا أنتم أي شخص يعلم بطريقة نصب بيتم النصب فيها يكتبها في التعليقات حتى يستفيد الآخرين ونعرف طرق النصابين. لازم نحن نعرف كل طرق النصب عشان الناس تحذر. طبعا في أشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، والشخص يقوم ياخذ صور سيارات من أماكن مختلفة وينزل عليهن أسعار منخفضة جدا، والشعب اليمني يفرح يقول أوه هذا السعر عرطة. يقوم يحط رقمه وتتواصل أنت وياه ويقول لك هات 100 سعودي، هات 200 سعودي عشان الفحص، وانت ترسل له وبعدها ينصب عليك. انتبهوا. طبعا طريقة نصب جوالات، واحد يجلس باب محل شخص، البنت خاصة من المغرب، البنت تدخل تسأل صاحب المحل معك كذا كذا، إذا ما بش معه اللي في الباب يقول ياخذ التلفون من يدها، يقول لها هات أنا بس ردي لش من المحل الثاني، ويبز التلفون يمشي ولا يزيد يرجع وهو ماشي صاحب المحل ولا يقرب لصاحب المحل. انتبهوا. طبعا الطرق كثيرة جدا، فأنا أتمنى تساعدوني في التعليقات، ولكن خلوني أدخل في الطرق النصب الخطيرة الآن. طرق نصب خطيرة. طبعا في عجوز تمام، عجوز كبيرة في السن، يلا بحسن الخاتمة، تطلع باص، تجي جنبها واحدة شباب كذا، أو لا في الشارع أو في محل، تبدأ تجابر، تدخل معها في مجابرة، وتقول لها أنت كيف ظروفك، كيف حالتك، يعني عجوز مرتبة وكذا عشان نقول هذه ما شاء الله عندها فلوس. تأخذ رقم البنت، تقول لها أنا بسجلش في منظمة، يكون يدولش سلات غذائية ويكون يدولش فلوس. البنت تفرح، يعني من لا يفرح هذا اليوم يقول أدي لك فلوس وأدي لك سلات غذائية وحركات. تمام. بعد يوم يومين يتم التواصل معها. طبعا العجوز لما تقول لها ادي رقمش تقول ما بش معي رقم. هي تجي تراسلك بنت من تلفون شخص، ممكن تطمنك، تتصل للبنت هذه على أساس إني بنت، وتراسلها واتساب على أساس إني بنت. لما تثبت لها إني بنت، طبعا هي عصابة بنات ورجال، بعدين يطلبوا البطاقة حقها ويطلبوا بطاقة زوجها، ويقولوا معاش أطفال، إذا معها طفل مثلا يقول لها ضروري نشوف الطفل، ضروري نشوف صورتش وانتي ترضعي الطفل يعني بطرق خبيثة عشان نتأكد إن معاش انتي طفل. لا يشتري ولا هذا يشتري يشوف ولا. طبعا هذا العصابة. وتطلب صور، ممكن نشوف الصورة، يعني عادي احنا بنات، لا تخافي ارسلي صورة وانت بشعرش، ارسلي صورة وانت لا تخافيش احنا بنات عشان نزيد نتأكد انت بنت. ومن هذا الكلام نشتي صورتين نفس الشكل، نشتي صورة وانت جالسة، صورة وانت مسنبة، يعني يغروها بالفلوس عشان انهم بيسجلوها في منظمات يكون يدوا لها فلوس. طبعا بعض البقر يصدقين، لان الذي بتراسلها البنت يطمئنين، بعضهم يرسلين الصور. طبعا هذه العصابة هي تتواصل مع شباب على العموم. بعدين العصابة هذه يجلسوا خرفان، الخروف هذا يطلب صورة منهم، صورة وانت كذا، وهم يطلبوا من الزبائن حق المنظمة، يعني من البنات. اعتقد ان انتم فهمتوني. ادي صورة كذا ودي صورة كذا. طبعا شبكة كبيرة، وانا احذرهم. ارقامهم موجودة طبعا، عاد انا بنرسل لهم تحذيرات. اقسم بالله لا نشولح بأبدكم على مستوى العالم، واقسم بالله العصابة اصلا منطقة الحصبة، اصلا الجراف، هذيك المناطق طبعا، اصلا 60، طبعا 60 الى جدر، احنا عارفين فين انتم. قسما بالله ما تفلتوا اي صورة بنت ترتسل او نشوفها، ما تفلتوا انتم ولا الخرفان الذي تبعكم. يا هين تبيعوا اعراض اليمنيات من اجل قرشين، يا هين يا بن الهين.
انتبهوا المنظمات، احذروا في ايضا طرق نصب جديده على مواقع التواصل، يقوم يرسل لك انت الفائز بكذا كذا، وبعد ما تتواصل معاهم يقول لك ارسل حق المدري ايش، ارسل حق المعامله. كثير من الناس نصبوا عليهم بطرق منظمات. احنا منظمه كذا بنسجلك وحصلت على مدري، لكن جيب حق المعامله، جيب حق البطاقه، رسل، هذا كله نصب. اعقلوا، انتبهوا، طرق النصب كثيره، ساعدونا في التعليقات. نوصل الى طريقه النصب الاخيره اللي هي طريقه وحشه قوي قوي قوي. طبعا انا لما نزلت فيديو وحذرت المغتربين ان هناك من يبتزهم من اليمن، عصابات تبتز باسم انهم بنات، معهم بنات، طبعا يجي معاهم بنات تراسلك بنت، تسمعك صوتها وتجلسك وبعدين تخرطك. طبعا احد الاصدقاء في عمان راسلوه برقم يمني، عجيب لكم الرقم ما يهمكم، راسلته واحدة وهو استشارني، قلت دق معاهم، هو ما رضي يرد، ولكن قلت دق معاهم خلينا نعرف منهم، نكفش أبتهم. وهذه الرسالة ستصل إلى الحكومة اليمنية والحكومة العمانية، نكشف من هذا العصابة. طبعا شوف الصوت أول ما ترسل له، شوف. صباح الخير، كيف حالكم؟ مالكم شي بخيرين؟ مالكم شي بخيرين، قالت هذه من حق صنعاء. طبعا أنا بجيب لكم الأرقام في الأخير، ما يهمكم الأرقام. طبعا وبعدين تقوم ترسل صورة وحشة، ما صورتها، بتاخذ صور طبعا من أي مكان وإيش تغريه، بترسل له الصوت. اسمعوني كيف الطريقة الجديدة هذه. المهم كلام يعني رومانسي وحركات، وأنا أحب أتزوج عماني وأحبكم يا عمانيين، وأنا قلت دق مع أنك عماني. قلت دق مع أنك عماني والله ترى. المهم الله عليك. اليوم الثاني زادت رسالة صوت. صباح الخير الغلا، كيف انتو؟ كيف الحال؟ قد وحشتوني. بعض الأحيان لا تصدقون إن بنات حتى يجي صوت بنات من مكان آخر، ويجي برنامج يسجل لك تسجيل، توصلك كأنه تسجيل مباشر، وهم رجال يعرضوكم رجال، وترسل له الصورة وهي طبعا صورة أنا بغميها ماشي، تشوفها مدري هي أو لا، ما يجوز يعني، زي صورة زي كذا تمام، وصورة وهي راقدة فوق السرير، تجلسوا على العموم. وبعدين هي ما تطلب فلوس، هذه كانت خطة قديمة. اسمعوا الخطة الجديد كيف يسووا لما يسمعوا خطة يكيفوا. بعدين يجي له رقم يمني، تمام، يقول له رسل له هذا البطاقة. طبعا الشيخ عادل بجاش محمد غالب شريان، قد تكون هذه بطاقة صحيحة أو بطاقة مزورة أو يحصلها، لكن يرسل لها البطاقة هذا أنه هذا شيخ. السلام عليكم أخوي العزيز، أخوي ما قد تمام، معاك الشيخ عادل الشريان، شيخ المنطقة، أي المنطقة ما أدري. اليوم صارت فوضى إنك كنت بتواصل مع أحد خواتنا اليمنيات، وتم كشف المحادثة من قبل أخو البنت، وقام بضرب عليها والطعن، وتم نقلها إلى المستشفى، والحين حالتها حرجة، ومقدمين عليكم قضية من قبل وزارة التقنية لكشف المعلومات. تم كشف سجلات مخلة في الأدب والدين، ونحن أهل وأخوة وأنتم أهلنا، ما زين من توصل القضية إلى محاكم وسفارات. إذا كنت تريد نتفاهم ممكن تتجاوب معنا قبل تتخذ الأجراءات اللازمة. الشيخ تتفاهم معنا. طبعا وهذه صورته، مصلح هذا الصورة في الواتساب، وهذا رقمه 7767155333. هذا رقم الشيخ عادل الشريان، هذا شيخ المنطقة عادل الشريان، 7767155333. عاد بجيب لكم رقم عماني، الرقم العماني. طبعا خلنا نطلع لكم رقم الذي بيقولوا انه بنت، من شان تدوروا لا شيء تجلسوها للجميع، جلسوها ما دام حق تجليس وبتحب العمانيين، قلدوا عليها عمانيين. 777 هذه رقم المزة، 012157 هو ولد ما بلن يقلد مزة، 3 7 012157. والله ما فلتوا العصابات هذا الهيان ذي بيها يشوهوا بسمعة اليمنيين، والله ما فلتوا. على العموم بعدين الشيخ هذا تفشل المحاولات، تمام. يجي واحد من عمان، ايش من عمان هذه؟ السلام عليكم اخوي عبد الفتاح، وهو يمني يقلد انه عماني. طبعا عصابة منتشرة في اليمن وفي عمان، عصابة منتشرة في اليمن وفي عمان. السلام عليكم، وصلني مرفق بلاق
من الحكومة اليمنية. شو صار السالفة بينك وبين أهل اليمن؟ معك السيد المستشار سليمان الوهيبي السيد المستشار رئيس عمان هذا شكله يشتيق على رئيس. رقمه، أندع لكم رقمه يا جماعة، ومع مفتاح الخط ولا بدون؟ طبعا هو رقمه 78، بس بعدها صلحوا رقم مفتاح عمان. وأتمنى أن يوصل إلى الحكومة العمانية الرقم هذا، وإلى السفارة اليمنية بلغوا فيه، إلى السفارة اليمنية. حاولوا أنتم تقبضوا على هذا صاحب الرقم وتحققوا معه، لأن لديه ضحايا كثير. طبعا 78، وعاد بنشر رقم حسابه. طبعا 78 59 07 59، يعني مفتاح الخط قد أنتم عارفين 0096. تمام. على العموم رقمه هذا السيد المستشار 78 59 07 59، حتى الرقم ماشي هو رقم مستشار. وأيضا يرسلوا له عن خطة منظمة، حتى أنهم يعملوا يعني ورقة وشكوى ومرفقات وحركات وراسلها زعما هي ذي راسلته وذي رسلت صورها، ولا دور منها حاجة ولا قال لها رسلي يعني. ومعاه بطاقة منتحل السيد المستشار، هذا بطاقته يعني دولي بالمدري مزورة أو سرقها من أي مكان. على العموم أنا أتمنى أن تتابعوا هذا الأمر في السفارة اليمنية. طبعا يا جماعة الخير، ايش قال له؟ قال ممكن تبلغني عن تواصلك مع اخواتنا اليمنيات، تم كشف سجلات مخلة في الادب والدين. الحين احد الاخوات في العناية المركزة، ومن قمنا بالبحث والتحري كنت انت المتسبب في ذلك، لما رسلت لك صورتها الحلوة خليتها تسقط للمستشفى. اذا ممكن تريد نقدم صلح معكم، لأن القضية هذه غير مشرفة إذا توصل إلى الادعاء العام. قال له خلاص اصلح بيننا. قال إذا تتحمل مباليغ تكاليف العلاج، وبعد ذلك راح نأخذ منهم تنازل ورسل لك الإلغاء. قال له كم المبلغ؟ أهم شيء ما يكون شيء كثير. قال مبلغ تكاليف العلاج حسب التقرير الواصل إلينا 2000 عماني. من تقوم بدفع هذا المبلغ راح أعطيك الإلقاء والأمور طيبة. يعني 2000 عماني الأمور طيبة، ما عاد بش لا ضرب ولا عاد تتعالج وما عاد بش مستشفيات. قال إنهم طلبوا 4200 وعملنا الصلح معاهم، إذا تتحمل فقط رسوم المستشفى والأمور طيبة. قال زين. قال لا يا أخي أنا عاطل على العمل وما عندي فلوس. قال زين أخوي الحين راح نتواصل مع التحريات والادعاء العام، وهم راح يعطونك طلب استدعاء وتفاهم معاهم. المهم يعني طبعا رقم حسابه أنا رسل لي، قلت له خلي يقول لي نرسلها لك. رقم حسابه هذا رقم حسابه، يمكن أنتم تعرفوا في عمان. أنا ما هذا يعني 04553968. أنا بجيب لكم هذا الحساب وأنتم شوفوه رقم حسابه. فأنا حبيت أني أوصل لكم هذه الطريقة وأنصحكم، وتوصلوا رسائل للبعض. وأقول لإخواني المغتربين لا يغرنكم رسائل البنات والذي بتراسلك يا مغترب وأنت تهنجم معي ومعي تمام. هذه طرق نصب، أنت بتودف في الأول والأخير تخسر فلوسك، وأحيانا يطلبوا منك صور تودف ويتم بعدين أنهم يشلطوك. على العموم إذا في قضية نصب من هذا الأشكال أو أحد بيهددك أو يهددش، تابعوا صفحتي على الفيسبوك. وحتى إذا في واحد مثلا نصب عليكم فلوس وهو معروف، أو من الذي بينصب فلوس يجدد إقامات وينهب اليمنيين بطرق نجدد إقامات، لأنه وصلت لي قضايا كثير وإن شاء الله إحنا نحلها ماشي. حنبلغكم عن النصابين جميعا وننشر صورهم ونطالب بالقبض عليهم. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.